السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي في البيت، وهقولك ازاي توصلي للطعم بتاع المحلات بالظبط زي ما بنجيبهم بالظبط من بره، وازاي يبقى كريم معانا. وهنعمله كمان من غير مكنه، ولو انت كمان ما عندكيش فرن هنعمله من غير فرن. مكون واحد بس هنحطه ونضيفه على الزبادي بتاعنا، هيبقى باذن الله جميل جدا وطعمه كريمي. بس لو انتوا لسه جديد في القناه بتاعتنا ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. عندنا هنا كيلو من اللبن. اللبن ده انا خدته جبته الاول كده من عند اللبان، وبعدين خدته غليته، واول ما غليته كده وسبته ركنته كده على جنب لحد ما بقى دافي. وبعدين ضفت عليه مع علبه من الزبادي الصغيره، او تقدر تضيفي معلقه واحده بس كبيره من الزبادي. والحركة دي احنا بنعملها اول مرة بس لما نكون بنعمل زبادي، لان بعد كده احنا بيبقى عندنا زبادي احنا عاملينه في البيت، فبناخد منه معلقة وهو بيبقى الخميرة بتاعة الزبادي بتاعنا. بالمضرب اليدوي بقى كده ببدأ اضرب اللبن كده مع الزبادي كويس لحد ما ادوبه خالص، ما يبقاش فيه اي اثر للزبادي. ولو انت مثلا الاحسن ليكي ان انت تاخدي شوية من اللبن على علبة الزبادي الصغيرة ديت، وتضربيها في الخلاط نعمها كويس جدا، وبعدين تضيفيها على اللبن بتاعنا. علشان خاطر الخطوة دي بتخلي الزبادي بتاعنا كريمي وناعم، وما بتخليهوش يفصل معانا كده، ولا يعمل شرش ولا مية ولا اي حاجة من دي خالص. الحركة دي بتوصلنا للطعم بتاع الزبادي بتاع بره بالظبط، وكمان بتخليه ناعم وكريمي. بعد بقى ما اضرب كويس كده اللبن مع الزبادي كده، واتاكد ان خلاص القوام بتاعه ناعم، واحنا هنا ما شلناش القشطه اللي بتبقى على وش اللبن، احنا عملناه بخيره علشان نستفاد بالقيمه الغذائيه اللي موجوده فيه. هبدأ بقى احط اللبن كده في شفشق، او مثلا في اي حاجة عندك تعرفي تصبي بيها اللبن في الكوبايات علشان خاطر ما يهدرش معاكي. وبعدين اجيب الكوبايات بتاعتي اللي انا هبدأ احط فيها، او الفخار او العلب، اي حاجة انت تحطي فيها اللبن. احط الكوبايات في صينية ألمونيا كده، وبعدين ابدأ انزل باللبن بتاعي في قلب الكوبايات. بعد كده بقى، عشان احنا مش هنعمله في الفرن النهارده، انا عندي كده هغلي حوالي لتر من الميه في الكتل، واسيبه يهدى بس شويه صغيرين. يبقى الميه بتاعتي مش مغليه قوي ومش دافيه، لا تبقى سخنه ما بين المغليه وما بين الدافيه. بعدين هبدا اضيفها كده في الصينيه بتاعتنا من تحت، حوالي تلت الكوبايه من تحت كده يبقى ميه سخنه. وبعدين عندي كده اي صينيه هبدا اغطيه بيها، وبعدين فوطه كده من بتاعه المطبخ اللي انا بستخدمها للمخبوزات. هبدأ كده أغطي الزبادي بتاعي، واسيبه مثلا حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات على حسب درجة الحرارة عندنا. هيطلع معانا الزبادي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عليه، ناعم جدا وكريمي وجميل قوي. هبدأ بقى دلوقتي أجيب صينية وأشيل الكوبايات بتاعت الزبادي ديت، وأحطها في التلاجة علشان نكمل معايا التماسك بتاعه. وبعدين بألف هنا وشفا هيكون جاهز معانا. كده احنا عملنا الزبادي من غير فرن، عشان اللي ما عندوش فرن مثلا او الفرن بتاعه فيه مشكله ولا حاجه، يقدر يعمل برضو الزبادي بتاعنا. ما شاء الله عليه، طلع كريمي جدا وناعم، وكمان بالكوبايه بتاعتنا لما بنقلبها ما بينزلش منها اي سوائل، ولا كمان الزبادي بتاعنا بيقع منها ولا اي حاجه. الطريقه ديت انا بعمل بيها بقالي اكتر من 5 سنين. الزبادي بتطلع جميله جدا. ان شاء الله هعمل معاكم بعد كده الزبادي بالفراوله، وهقول لكم على مكون واحد بس احنا بنحطه في الزبادي بالفراوله بيدينا نفس الطعم ونفس النتيجه باذن الله. اتمنى تجربوا الطريقه دي، باذن الله تعجبكم. لو عجبكم الفيديو النهارده ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه بتاعتنا، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا. وما ننساش ندعي لاخواتنا الفلسطينيين في رمضان ان ربنا ينصرهم كده يا رب، وينصرهم نصرا عزيزا مقتدر. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.